امبارح منتخب مصر بيفوز على ملاوي 2-0. ماتش ملاوي مش الماتش اللي احنا هنحدد عليه مصير منتخب مصر او هنقيم عليه تجربه يعني. لكن امبارح بنقدر نقرا روف فيتوريا شويه، تفكيره عامل ازاي، طريقه لعبه، اختياره للعيبه، توظيفه للعيبه نفسها. في حاجات كتير عجبتني امبارح بالرغم ان الاداء ممكن ما يكونش احسن حاجه، لكن في حاجات مبشره يعني ان الراجل بيفكر صح، احنا ماشيين على الطريق الصحيح. هنتكلم فيها بالترتيب كده. التشكيله اللي حطها روف فيتوريا بدايه من الشناوي طبعا تمام. مبسوط جدا بثنائيه عبد المنعم وحجازي، وان بدا عندنا فهم ان انا عايز الاثنين المدافعين يبقوا بيلعبوا كوره كويس. كان ده قبل كده مش مطروح. لما تلاقي مدافع زي ياسر ابراهيم او الونش اللي هو بالمناسبه افضل مساك في مصر برضو، كورته وحشه. ده يقطع لك كور بس مش هيسلم كور قدام كويس، يعني هيقطع كور بس كورته وحشه، فده يضر باللعب. لكن من المهم جدا يبقى عندك اتنين لعيبه في الخط اللي ورا بيطلعوا كوره كويس، وده حصل وروف فيتوريا بيحقق ده بوجود عبد المنعم واحمد حجازي، الاثنين كورتهم كويسه، فاختيار موفق، ودول المفروض يبقوا موجودين في منتخب مصر من وجهه نظر انا. فالراجل موفق في ده اختيار صحيح. من الحاجات اللي تبين لك ان الراجل ده بيفهم توظيف زيزو على ناحيه في نص الملعب. يعني زيزو من اول ما جه الزمالك واحنا بنقول زيزو ده كان ينفع باك يمين قوي او طرف على ناحيه في نص الملعب، يبقى رائع، ينفع في 3-4-3، ينفع في 4-3-3 اللي بيلعب بايرو فيتوريا. فزيزو في نص الملعب صح جدا، بالاضافه كمان انك ما كنتش تعرف تحطه في مكانه لان مكانه فيه محمد صلاح، فانت مش هتعرف تحط زيزو في الناحيه بتاعته اللي بيلعب فيها في الزمالك. فمكانه في نص الملعب كويس جدا، صح جدا. مش معنى كده ان انا بقول ان الراجل ده هينجح، انا بقول الراجل بيفكر صح. ممكن الراجل ده الاتحاد يقوله بكره الصبح، احنا عندنا الاتحاد ملوش امان، لكن انا بقى انا بقول الراجل اختياراته في ماتش امبارح بتقول انه بيفهم. وجود الثلاثي الامام مش هنتكلم فيه، ثلاثه محترفين، مصطفى محمد ومرموش وصلاح طبعا، فانت مش هتتكلم فيه. انا مبسوط ان الراجل استبعد كمان تريزيجيه ونني من المنتخب المحترفين، لان الاثنين دول انا من وجهه نظري سبب الفشل في اخر 6 7 سنين. الاثنين دول مع ضعف اللعيبه المحليه بالمناسبه، بس دول كانوا مثال مهم لان هم واخدين مكان ومحترفين وبيجوا علينا عاملين نجوم وبتاع، هم مفيش حاجه، هم زي المحليين بالظبط. برضه الراجل بيجرب ناس يعني. بعد التجارب دي انا شايف، انا عارف نهايتها ايه، يعني انا شايف نهايتها ايه، لكن هقول الاحسن منها ايه دلوقتي، ربما الراجل يكتشفه بعدين. انا بشوف انه ملاعب محمد حمدي باك شمال، محمد حمدي باك كويس، لكن احمد فتوح الفرق بينه وبين محمد حمدي كبير. احمد فتوح احسن منه بكتير وتجرب وعارفين قيمته كلاعب دولي، لعيب كبير مفيش كلام فيه، لازم يكون اساسي في المنتخب. حماده لعيب فاركو، لعيب كويس جدا بالمناسبه، عجبني مش في الماتش ده بس، عجبني في ماتش بلجيكا، لكن بالنسبه لي هيبقى افضل منه مع زيزو وامام عاشور. يعني العب بامام عاشور وزيزو الاثنين اطراف ملعب، الاثنين صراع، عندهم حلول فرديه، مهاريين، بيقدروا يشوطوا، هيدوك قوه في خط نص الملعب غير طبيعيه. يجي بقى النقطه الثانيه، وجود طارق حامد. طارق حامد مفيش شك في انه لعيب كبير وشخصيه، لكن احنا عايزين نقول احنا يعني بنعدي المرحله اللي فاتت ما بنعيدهاش. اولا طارق حامد 34 سنه، وجوده في المنتخب غلط، ما بتبنيش. تاني حاجه، احنا من كتر الفقر في الكره المصريه بقى عندنا تصور ان لعيب نص الملعب الدفاعي هو بيجري وبيقطع كور بس، مش مطالب انه يعمل حاجه تانية، وده غلط. لازم لعيب نص الملعب الدفاعي يبقى لعيب كوره، لازم يبقى لعيب كوره، لانه مكان محوري، مكان انت بتطلع عليه بالكوره، انت بتديله الكوره عشان يطلع بيها. كلنا بنشوف بوسكيتس بيعمل ايه، فرينكي ديونج، كانتي في تشيلسي قبل كده بشويه، كازيميرو دلوقتي في اليونايتد بيطلع بالكره ازاي. كل لعيبه نص الملعب الدفاعي في العالم تحولت للعيبه كوره. اسماعيل بن ناصر في الجزائر ده لا يعني صانع لاعب، لعيب نص ملعب دفاعي وصانع لاعب، ما هوش مجرد لعيب بيجري بس. عندك مرابي بتاع المغرب صانع لعب ولعيب بيجري كتير. كل الكوره اتحولت في ان لعيب نص ملعب الدفاعي ما بيجريش بس، مش دفاعي بس، ده عنده حلول فرديه. انا هعرض لكم لقطه لطارق حامد تبين لك هل طارق حامد ده عنده قدره على اللعب بالكوره، عنده قدره على انه يخرجك من تحت ضغط. كوره في منتهى السهوله واخطا فيها. يعني بص، الشناوي مديله الكوره سهله اهي قدامه اتنين من الحلول، يا كده يا كده، لمسه واحده، لا هو مش عارف يلعبها من لمسه واحده، لازم يستلم عليه ضغط عالي، كانت هتبقى هجمه خطيره، لكن ربنا ستر. فانت بتشوف لا انت محتاج لعيب خفه حركه ولاعيب كوره، بالرغم انه بيجري وبيدي مجهود بدني. انا شايف، وكمان ما تقوليش حمدي فتحي، لان حمدي فتحي عنده نفس عيوب طارق حامد، نفس العيوب بالظبط، ما عندوش قدره على اللعب بالكره بشكل كويس، بيلعب الكره لورا دايما لما بيلعبها حتى. طب دونجا في الزمالك برضه سيء. طب مين اللي يقدر يلعبها؟ من وجهه نظري انت ممكن تجرب مروان عطيه، لعيب مردوده البدني عالي، عنده لياقه بدنيه، بيجري كتير، وعنده كوره حلوه، ممكن يديك لعب كوره حلو، فجربه في المكان ده يمكن ينفع. الراجل بيلعب 4-3-3، طريقه هجوميه مفتوحه، مختار لعيبه الى حد ما صح، وفي لعيبه احسن من الموجودين انا لسه كنت بتكلم عنهم المفروض يختارهم، لكن هيعرف ده مع الوقت، وهيعرف ده بالتجارب مع الوقت.
فسيبوا الراجل يشتغل في هدوء وادوا له 3 4 سنين من الشغل. اي منتخب بيحتاج على الاقل 4 سنين عشان تصنع منتخب ولاعيبه دوليه. فانت اديله وقته وسيبه يشتغل وانتظر النتائج بعد 4 سنين.